واحدة صباحا بتوقيت جرينتش، 4 الفجر بتوقيت مصر. كده بقالنا 3 ساعات شغالين والسوق الاسترالي فتح على سعر 3586، وده نفس سعر إغلاق يوم الجمعة. يعني مفيش أي فجوات سعرية ما بين سعر إغلاق يوم الجمعة وسعر افتتاح يوم الاثنين. الفجوة السعرية هي مسافة بتكون ما بين سعر الإغلاق وسعر الفتح، يعني بقول عليه فرق أسعار. فتحنا عند 3586، وصلنا ل 3596 وبدأ يتراجع تاني عند 3586. الذهب شغال في المستوى السعري ما بين 3550 و 3620. بحكم ان النهارده يوم الاثنين اول ايام الاسبوع، مفيش اي بيانات اقتصاديه هامه. في اخبار بدأت تطلع امبارح واول ان في حال تأكد الفدرالي الامريكي من ضعف سوق العمل ووجود بيانات اقتصاديه تدل على ضعف السوق وحدوث ركود اقتصادي، من المحتمل أن يشهد 17 سبتمبر ميعاد الفدرالي اللي جاي خفض 50 نقطة أساس. وبفكرك إن التسعير الفترة اللي فاتت إن الفدرالي يوم 17 سبتمبر هيخفض 25 نقطة أساس. طبعا لو حصل خفض 50 نقطة ده هيكون إيجابي جدا للذهب وسلبي للدولار. أما فيما يخص أسعار الذهب المحلي، عيار 21 4875، عيار 24 5570، جنيه الذهب 39 440.